السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة والاخبار؟ ربنا يعينكم ويعيننا يا رب على الغلا اللي احنا فيه دوت، وان شاء الله الدنيا تهدى على خير والحاجة ترخص بأمر الله. انا قلت النهاردة نقول لكم بقى الدنيا فيها ايه النهاردة. الحاجة عمالة تغلى والناس زعلانة وربنا يرحمنا برحمته يا رب. يعني زمان كمان يعني البياع حاله واقف، والزبون الله يكون في عونه برضك مش مستحمل. ان شاء الله خير بامر الله، اللي جاي احسن بامر الله. دلوقتي الحاجه بقت غاليه قوي، يعني كرع زي ده دلوقتي اللي هو كندوز بقى ب 320 و340 جنيه، وفي ناس بتبيع ب 400 جنيه كمان، بس بيبقى اكبر من ده شويه كده. هو ده دلوقتي ب 330 جنيه و320 جنيه. كرع البتيلو دوت اللي كان مثلا كنت بتجيبه ب 50 جنيه ولا ب 60 جنيه، كنت بتجيبه الجزء ب 150 جنيه. دلوقتي الواحده ب 100، اللي يعمل معاك واجب ويديها لك ويبقى عامل معاك واجب وتبقى انت مثلا زبون ولا حاجه، الكرة بقى ب 170 جنيه و180 جنيه دلوقتي. الكرشه اللي هي كانت الكيلو ب 60 جنيه وب 50 جنيه، كرشه الكيلو بقى ب 120 جنيه منها دلوقتي. كيلو الكرشه بقى ب 120 جنيه. الفشه بقت ب 160 جنيه و170، وفي ناس بتبيع 180 جنيه، بس دي اللي بتبقى ناشفه طبعا ما فيهاش ميه. اللي فيها ميه دي ممكن يبيع لك الكيلو ب 100 جنيه و 90 جنيه، واخد بالك، هو بيبقى كسبان طبعا، واخد بالك. لكن الفشه اللي هي طبيعيه اللي هي ناشفه طبعا التانيه لو باعها ب 100 جنيه ولا ب 120 جنيه ولا ب 130 جنيه ولا 140 جنيه حتى بيبقى خسران فيها. الحاجه غاليه، استحملونا معلش يا جماعه. ان شاء الله يعني هتعدي ان شاء الله. الخير جاي بامر الله، بامر الله من غير مقاطعه. الخير جاي ان شاء الله وهتبقى كويسه وحلوه بامر الله من غير مقاطعه. طبعا انتوا عارفين ان ده كرع الكندوز اهو اللي هو القداماني بعد ميته زرقاء دوت، وفي بقى اللي هو كرع الجاموس اللي اكبر منه، جاموس الشباب الدكوره، بيبقى هو ده كرع ب 360 370، وممكن في ناس بتبيع ب 400 جنيه كمان. في ناس كمان طبعا انا مش هضحك عليك اقول لك في ناس بتستغل الغلا دوت وبيفتروا مع الزباين. ربنا يصلح الحال. كرع العزب دوت ما كانش ليه، يعني الواحد مش عاوز يقول ما كانش ليه لازمه، كان رخيص، يعني رخيص قوي. يعني جوز الكرع كان منه مثلا ب 150 جنيه. دلوقتي لو دخلت على واحد وقلت له عاوز جوز كرع يقول لك ب 450 جنيه و500 جنيه من الصغير ده. بص عامل ازاي، ده اسمه العزب. ده العزب. واللسان غلي ولحمه راس غلي. لحمه راس بقى ب 250 جنيه دلوقتي، واللسان ممكن يبيعوه ب 300 و280. فربنا يفرجها ان شاء الله. احنا بس عاوز اوصل لكم ان الغالي على الكل، الغالي على الكل وبيضر الكل، مش بيضر مثلا الزبون بس، لا بيضر البياع برضه. يعني دلوقتي اللي عاوز كارع، اللي عاوز جوز كوارع بياخد له كارع، اللي عاوز 2 كيلو ممبار ولا 3 كيلو ممبار بقول لك انا ماشي نفس الكيلو ممبار دلوقتي. اللي عاوز كيلو فشه 2 كيلو فشه يقول لك اخد كيلو، اللي عاوز 2 كرشه يقول لك اخد كيلو. فطبعا ده كله جاي على الايه، على البياع. والله يكون في عون برضك الناس، واحنا من ضمن الناس برضك. ربنا يفرجها ان شاء الله وتبقى الدنيا كويسه. الممبار دلوقتي بقى الكيلو ب 160 جنيه و170 جنيه الكيلو. ان شاء الله خير، وتدعوا لبلدنا كده بالخير يا رب، وان شاء الله تبقى احسن بلد في الدنيا ان شاء الله. انا قلنا بس نقول لكم على ايه كم معلومه كده على الغلا اللي احنا فيه دوت، ونقول لكم يعني ان احنا مش عاجبنا كمان الغلا اللي احنا فيه دوت. والله العظيم ما عاجبنا، بس هنعمل ايه اهو، ما بيدي حيله، مش بايدينا حاجه ولا بايديكم حاجه. والله يكون في ده اللي عاوز يجيب فول وطعميه دلوقتي الله يكون في عونه. اللي عاوز يجيب فول وطعميه دلوقتي الله يكون في عونه. ما بالك بقى اللي هي اللحوم، الكوارع ولا الممبار ولا الكرشه ولا اللحمه الكندوز نفسها. في ناس بيقول لك دلوقتي ب 430 و 440 جنيه. ربنا يكون في عون الناس. ان شاء الله ييسر الحال يا رب. كله خير ان شاء الله، اللي جاي خير بامر الله من غير مقاطعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.